أعاد المنتخب المغربي للفئة العمرية تحت 17 سنة كتابة التاريخ بتسجيله فوزا تاريخيا مذهلا على منتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 هدفا دون رد، في نتيجة هي الأعلى في سجلات بطولات كأس العالم للفئات الصغيرة. غير أن هذا الإنجاز الكروي غير المسبوق تحول على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى مادة للسخرية والاتهامات، حيث شهدت المنصات الإلكترونية موجة من التعليقات الغريبة والمثيرة للجدل حاولت تقزيم هذا الإنجاز الكروي الكبير. يأتي هذا الأداء التاريخي للمنتخب المغربي بعد ظروف صعبة، حيث خسر مباراتيه الأولتين في البطولة أمام اليابان والبرتغال، ليدخل اللقاء الثالث تحت ضغط كبير مع توقع الجميع خروجه من المنافسة. لكن أشبال المغرب قدموا أداء هجوميا استثنائيا أعاد الأمل في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. وبينما كان المغاربة يحتفلون بهذا الإنجاز، تحولت المباراة على الصفحات الجزائرية إلى قضية سياسية مفتعلة تنوعت فيها الادعاءات بين الاتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالتواطؤ أو بوجود تلاعب في النتيجة. هذه الادعاءات أثارت سخرية واسعة في الأوساط الكروية العربية، خاصة أن منتخب كاليدونيا الجديدة يعترف على نطاق واسع بأنه من أضعف المنتخبات على الساحة العالمية. وردت الصحف الرياضية المغربية على هذه الهجمة بطريقة ذكية، معتبرة أن هذه التعليقات لا تصدر إلا عن شعور بالغيرة من نجاحات الآخرين، مؤكدة أن إنجاز الأشبال لم يكن صدفة. إذا كنت من محبي المحتوى المميز والمفيد فلا تفوت الفرصة. اضغط على زر الاشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس بلب لتصلك جميع الإشعارات أولاً بأول.